وادي صينية سمك بوري في الفرن بالخضرة وتحتها بطاطس حكاية واخدة طعم الخضرة والسمك. اللي عايز الطريقة يخش بسرعة على الفيديو ويشوف الطريقة ازاي. يلا بينا على الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله متابعيني، حلو ان شاء الله تكونوا بخير، دايما بخير. معايا سمك بوري مقطعينه جزر ومنضفينه كويس، غسينه كويس، ملح وليمون وخل وليمون. معانا الخضرة دي عبارة عن بقدونس وكزبرة وشبت. معانا ليمون، معانا توم، معانا فلفل اخضر، معانا بصل مكعبات، معانا ليمون شرايح هنحطه فوقه، معانا طماطم شرايح بردك. معانا بقى التوابل بتاعتنا ايه؟ عبارة عن ايه؟ عن ملح وكمون وكركم وبابريكا وشطة وكزبرة بس. على الطبق بتاعنا اهو هنحط فيه ايه؟ هنحط فيه الكزبرة والبقدونس اللي احنا قلنا عليه، ونحط الفلفل المكعبات كلها والبصل المكعبات كله والثوم كله اهو، والليمون والتوابل. ما نسيناش طبعا في حاجه لازم نقولها لكم، معلقتين خل. نقلب ده، خلينا ايه قلبناه كله على بعض اهو، كل المكونات اللي احنا ايه قلنا عليها كلها. واحط بس في التتبيله ايه كمان معلقه زيت بس في التتبيله، تبقى جميله جدا. معلقه واحده اهو، بصوا معلقه واحده كده. خلصنا نجهز الصينيه بتاعتنا. مجهزين بقى ايه؟ شرايح بطاطس من تحت هتحمي السمك بتاعنا، وفي نفس الوقت هتاخد تتبيله ايه السمك بتاعنا. يلا بصوا، انا بحط شويه من الخضره دي على البطاطس، هتاخد طعم البطاطس. نحط كده بعد ما حطينا الفرشه البطاطس. نجيب بقى معانا السمك بتاعنا، السمكيه اهي هنحشيها كده اهو كده، ونحطها اهو وهكذا اهو. نمسك سمكايه ونحشيها. خلصنا حشو السمك كله اهو. نعمل ايه بقى؟ نجيب شرايح الليمون ده، يبقى احنا حاطين فيها ليمون وكمان شرايح ليمون. ممكن تحطوا مكعبات طماطم، بس انا ما بحبش مكعبات الطماطم، بس ممكن اعملها للي بيحبها، بس انا عن نفسي ماليش مكعبات الطماطم، بس عملتها قبل كده برضك، بس انا ما اكلتش منها. بصوا وادي شرايح الطماطم اهو، هتاخد كل الطعم. وده خلصت وحطيت عليها شرايح الليمون والطماطم تغيير يعني. انا دلوقتي مش هعملها دلوقتي، انا هحطها في التلاجة وشوية كده هحطها في الفرن. يلا بينا نشوف اللي بعد كده. ودي الخطوة اللي قلتلكوا عليها، بغلفها واحطها في التلاجة لحد ما اخلص حاجتي. وقت الغدا بقى بجهزها تاني، احط عليها زيت وادخلها ايه الفرن. يلا بينا نحطها في التلاجة كده بقى. خلاص طلعتها من التلاجة. وقت الغدا نحط الزيت زي ما انتوا شايفين كده
مش زيت كتير يعني، يا دوبك. واحنا كده كده حاطين ايه زيت. بصوا كده بس كده جاهزة ان احنا نحطها في الفرن. يلا بينا. وصلت صينية البوري من الفرن اهي. بصوا الجمال. يا رب تعجبكم الوصفة. بصوا يا رب تعجبكم الوصفة وتجربوها، وما تنسوش تدوسوا لايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من ايه، من احلى صينية سمك بوري بالخضرة. مش محتاجين سلطة، انتوا كده مش محتاجين سلطة. يلا، السلام عليكم.